أهلا بكم مع أخبار النادي الأهلي اليوم. خبرنا الأول: النادي الأهلي يعلن بديل وسام أبو علي في سيرياس السويدي على رادارنا من أجل ضمه من نادي سيرياس السويدي نادي وسام أبو علي. نادي سيرياس لما باع وسام للأهلي في يناير تعاقد مع مهاجم فلسطيني جديد، مهاجم فلسطيني دنماركي يعني زي وسام كده، اسمه يوسف ساليتش. المهاجم ده على رادار النادي الأهلي وبقوة أيضا من أجل التعاقد معه، لأنه بعد ما انضم لنادي سيرياس تألق مع الفريق، تألق بشكل ملفت للنظر، وبالتالي النادي الأهلي بيدرس التعاقد مع المهاجم الفلسطيني يوسف ساليتش بديل وسام أبو علي في فريق سيرياس السويدي. خبرنا الثاني: تعرف على أول تعليق من أفشة وذلك على هدفه في مرمى سموحة. قال أفشة: أبارك لجماهير الأهلي، عندما عدنا من الفوز بأفريقيا كان عندنا مؤجلات كتير والحمد لله فزنا. جمهور الأهلي دايما بيساند أي لاعب، الفضل يعود لربنا سبحانه وتعالى على أهدافي في الأوقات القاتلة، ده فضل من عند ربنا. أنا مش بزهق من البطولات، أنا معايا لحد دلوقتي 16 بطولة مع الأهلي. خبرنا الثالث: تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في الدوري حتى نهايته. أول لقاء ضد زد يوم 11 أغسطس في 9 مساء، بعد كده ضد إنبي 14 أغسطس في 9 مساء، بعد كده ضد مودرن سبورت 17 أغسطس في 7 مساء. خبرنا الرابع: توديبو مدافع نيس الفرنسي ينضم لوست هام من أجل إفساح المجال لعبد المنعم. انتقل مدافع نيس الفرنسي توديبو إلى فريق وست هام الإنجليزي، وبالتالي انتقال توديبو إلى نادي وست هام بكده خلاص أصبح هناك مكان فاضي لنيس من أجل حسم شراء عبد المنعم. خبرنا الخامس: رئيس سموحة فرج عامر يهنئ الخطيب والأهلي بالفوز بالدوري. قال فرج عامر: أبارك للخطيب وأبارك للنادي الأهلي على الفوز، وسموحة قدم مباراة قوية بلاعبين شباب